شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين. انا ما رضيتش اصور غير لما يكون ده معايا. ليه بقى؟ علشان ده من اساسيات فصل الشتاء. اول شهرين في الشتاء لازم يكون ده صديقك الصدوق وصاحبك للشعر. النهارده هقول لك روتين كامل لشعرك وكل حاجات اقتصاديه نتيجه فوق الخيال، وشعرك جزء من ثقتك بنفسك. لما تلاقي شعرك حلو وشكلك حلو وجسمك حلو، ايه بقى؟ يا ارض تهدي مع الكائن. فانت لو اول مره تشوفيني اعملي لايك الفيديو، اشتركي في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. وتعالي بقى اقول لك ده واقول لك الحاجات التانيه. طبعا احنا في الشتاء مش بنغسل شعرنا زي الصيف، بنغسل شعرنا كل 4 ايام او 5 ايام حسب شعرك. لو انت من نوع الشعر الجاف جدا 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 بنأخر غسيل الشعر ل5 ايام. لو انت شعرك بقى دهني او شعرك عادي او شعرك بس اطرافه اللي ناشفه، ده يبقى تمام، ممكن كل 3 ايام، يعني الرابع تغسلي. لازم مفيش اي ماسكات تقيل على شعرك، مفيش زيوت على شعرك، ما تحطيش زيوت حتى في فروه الراس عشان ما تبقاش تقيله ويحصل انسداد في المسام. ممكن يحصل اي مشاكل في شعر، التهابات القشره، تلاقي تساقط شعر بيقع كتير قوي بسبب الماسكات اللي انت بتعمليها، بالذات في فصل الشتاء غير الصيف. التساقط بيزيد جدا جدا في فصل الشتاء، فاحنا هنوقف كل ده وهنستعمل الحاجات اللي اقول لك عليها. تاني حاجه احنا بنستعمل في فصل الشتاء بالذات حاجات خاليه من السلفات والبارابين وكمان الكبريتيك. في نوعين انا بحبهم قوي قوي في فصل الشتاء. اغلى شامبو انا هتكلم عليه دلوقتي اخره 60 جنيه، اخره 60 جنيه، كلهم مصريين 100% ومنتجات حلوه جدا، وكمان النتيجه هتحسي بيها من اول مره وهتشوفي بنفسك. اول شامبو معانا هو اسمه تريو برو، ده خالي من السلفات وخالي من السيليكون وخالي من البارابين، زيرو كل حاجه، بينضف فروه الراس كويس قوي. تربو برو ده حلو قوي، ده بالثوم. بصوا الثوم بقى، انا بقول لكم الثوم ده انا بحبه بس في المنتجات، اكيد سمعتوا الفيديوهات اللي قبل كده وعارفيني قد ايه انا بحب كل المكونات الطبيعيه بس تكون في منتجات علاجيه. ده بينضف الشعر كويس قوي، بيغذي فروه الراس كويس قوي، بيساعد على انبات الشعر وكمان يقلل من تساقط الشعر. ده بنحطه على شعرنا اقل حاجه دقيقتين عشان اكون صريحه معاكم. طبعا هو ما فيهوش اي سلفات، ما فيهوش اي حاجه، فلازم ينضف بالراحه، زي ما بتاخدي وقت كده في بشرتك وبتحطي ماسك على بشرتك، بتحطي اي كريم على بشرتك. شعرك ده كمان اعتبري الشامبو ده ماسك على شعرك. طبعا بترخي كويس قوي قوي وتلاقي كده كل حاجه تمام، كل حته كويسه. سيبيه بقى على فروه الراس، احنا بنحطه على فروه الراس بس. هنخش بقى على تاني شامبو وبعد كده هقول لكم البلسم، لان في بلسم واحد بس انا بحبه قوي في اول شهرين في الشتاء، وبعد كده برجع لاي بلسم تاني عندي مفيش مشكله. بس جربوا اللي انا بقول لكم عليه ده وهتشوفوا النتيجه، وحياه ربنا هتبقوا مبسوطين زي. لان طبعا انا طلبت الاوردر ده، طبعا جاي لي في السكه، وزي ما انتم عارفين انا بعرض الحاجات دي على سناب شات وكمان انستجرام، اللينكات تحت في صندوق الوصف، تقدروا تروحوا تعملوا لي بقى فولو عليهم، وكمان الفيسبوك. شامبو معانا برده من نفس الشركه اسمها تريو برو، ده حلو قوي 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 بقى، ده بالزيوت الطبيعيه، ده لشعر صحي وكمان بيطول الشعر وبيساعد على نمو الشعر، حلو قوي لو انت بقى بتحبي الزيوت الطبيعيه وهتتجنني على الزيوت الطبيعيه، بس في نفس الوقت خلي من السلفات وخلي من المرابين وخلي من السيليكون، كل الحاجات دي خلي منها، لانه بينضف فروه الراس كويس وبيخلي فروه الراس تتنفس. عارفه لما انت بترطبي فروه راسك وفي نفس الوقت تديش عليها حاجه بس بتديها الفايده اللي انت عايزاها، هو ده موجود في الشامبو ده. الشامبو ده هو اغلى من التاني شويه، ده سعره 70 جنيه. وعلى فكره ممكن تخشي وانت معايا على اي موقع، انا ما بشتريش من اي ابلكيشن خالص على فكره، انا مش بشتري من امازون ولا بشتري من نون خالص، انا ما بشتريش اي حاجات تخص الشعر او البشره من الاونلاين، انا بشتري من نفس الشركه نفسها او بنزل بنفسي اروح اشتري. تمام، انا مش بعرف اشتري من اي سيلري او اي حد بيبيع كده، لاني انا ما عنديش ثقه بالناس، يعني انا ما شفتش بعيني عشان اديله الثقه دي كلها واخليه احط حاجه على شعري واحط حاجه على بشري. وطبعا كل واحد حر. انا بيجي لي اسئله انت اشتري من نون ولا اشتري من امازون؟ انت حره، انا بقول لك النوع بقول لك السعر وانت تخشي تدوري. البلسم ده انا بستعمله اول شهرين في فصل الشتاء، وبعد كده بغير اي بلسم انا عايزاه. بس البلسم ده مهم جدا جدا لان احنا طبعا بناخد شاور بعد فتره طويله، فعايزين شعرنا يبقى ريحته حلوه وفي نفس الوقت ناعم وطري ومترطب، كل حاجه تمام. هو ده فيه كل حاجه، ده الوحيد اللي ممكن تستعمليه كده وانت الله هانم طالعه من الحمام هانم. بصي بقى يا ستي، اول حاجه انه فيه طبعا زيت شجره الشاي، وده مهم جدا جدا في تنظيف الشعر وحمايه الشعر من البكتيريا. يعني ايه بكتيريا؟ هقول لك في وقتها. تاني حاجه طبعا في النعناع اللي بيخلي الريحه الحلوه والريحه الطبيعيه، بحب الريحه دي قوي قوي. النعناع بيخليني في حاله فيها فريش، اعصابي هاديه مبسوطه، في نعنشه كده، عارفين النعنشه دي. تاني حاجه انه في زيوت طبيعيه زائد زبده الشاي، يعني ترطيب وريحه حلوه، وكمان كل حاجه انا نفسي فيها موجوده في وفي زيت الارجان، ودي حاجه بتعجبني جدا 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 اكتر ما انتم متخيلين، وبتبسط قوي لما بتبقى فيها حاجه زيت الارجان لانه بيعمل غلاف على الشعر. نيجي لاول حاجه البكتيريا بتاعه الشعر، زي ما انا قلت لكم كده بكتيريا الشعر. ايه بكتيريا الشعر؟ احنا بناخد شاور بعد 4 ايام او 5 ايام، وفي ناس بتاخد بعد اسبوع، وممكن تقعد اكتر من كده، انا مش عايزه اتكلم يعني. بيمنع البكتيريا اللي بتخلي الشعر ريحته
ريحته وحشه. زيت شجره الشاي. خش بقى على ماسكات الشعر. ماسكات الشعر دي مهمه جدا، هما 2 بس يجننوا، جربوهم هيفرقوا معاكم جدا جدا، وكمان سعرهم مش هيعدي ال70 جنيه، يعني ممكن اقل من 70، لان طبعا احنا في البلاك فرايداي الحاجات دلوقتي سعرها رخيص، سعرها حلو، كل حاجه ثمنها تقريبا بينزل اكتر من 35%. دي فرصه عظيمه بالنسبه لك. احنا في اول الشتاء، هاتي الحاجات اللي انت محتاجاها وبس. اول حمام كريم او اول ماسك للشعر ده انا بعشقه. ليه؟ في بيوتين، وكمان في كافيار للشعر، وده مهمين، عنصرين مهمين جدا. انتوا عارفين الكافيار ده السمك، فالسمك فيه اوميجا 3. اوميجا 3 ده بيرطب الشعر وبيغذي الشعر وبيدي ليونه ومرونه للشعرايه. عارفين الناس اللي شعرهم بيمط كده ده، او شعرهم بيتكسر، لما بتحطي بيوتين الاساس تكوين الشعرايه مع الكافيار اللي فيها اوميجا 3، الاثنين مع بعض بيغذوا الشعرايه، بيغلفوا الشعرايه، بيقووا الشعرايه ما تتكسرش او تتقصف، وفي نفس الوقت ليها الترطيب الحلو جدا جدا جدا. هو ده الماسك اللي انتوا شايفينه قدامكم، حلو قوي. احلى حاجه في سيلا انه خالي من السلفات، يعني انت بتاخدي حاجه بيور وطبيعيه، وكمان ما فيهوش سيليكون، فانت بتاخدي حاجه بترطب شعرك بشكل طبيعي وحلو. انت هتحسي بملمس الشعر. تجربي بس الروتين ده معايا، وما تعمليش شعرك ولا سشوار ولا مكوى ولا اي حاجه، وسيبي شعرك ينشف على طبيعته. شوفي رطوبه الشعر، شوفي ترطيب الشعر، مفيش هيشان في الشعر. والله العظيم هتحبي شعرك في الشتاء اكتر من الصيف. الناس بقى اللي شعرهم جاف قوي قوي قوي، وشعرهم بصوا بيتكسر لو اتلمس، يعني الشعر الكيرلي جدا، او غير الشعر كده المتقصف، كمان المتقصف ده بيتكسر طول الوقت، ده اللي هينفع معاه بروتين بالصويا، بروتين زيت الصويا، ده زيوت طبيعيه، خالي من السلفات، خالي بالبرابين، ده اللي استعمليه كده بسخاء شويه. يعني حطي خصله صغننه، خصله صغننه. قد ايه بيغذي الشعر البروتين ده، قد ايه بيحسن الشعر، قد ايه الزيوت الطبيعيه اللي داخله فيه كمان بتزود ترطيب الشعر. ده اساسا سعره 300 جنيه، سعره دلوقتي 175 جنيه، والعلبه كيلو. فيديو بقى فيه كل الحاجات دي، بس هيكون طويل شويه عشان تتفرجوا على كل حاجه مره واحده. قد ايه حلو قوي، بيجنن وجميل جدا جدا جدا. لما نخش ناخد الشاور بالروتين اللي قلت عليه في الاول، انا ده بشتريه محلول الملح من اي صيدليه، سعره 24 جنيه، وكمان فيها اقل من كده. ما ينفعش الملح بتاع البيت عندنا، الملح بتاع البيت ده للاكل، ايديكي مش ميزان. اول حاجه تجيبي ازازه حلوه كده عندك بخاخ، وتملي فيها شويه، وتحطي طبعا ده في ازازه. ده ما ينفعش يتحط في بلاستيك، لان البلاستيك ده معد مخصوص عشان الحاجات اللي جوه دي تتحفظ، فاحنا هنحطه في ازازه عشان نحفظ الباقي. ما ينفعش نحطه في ازازه بلاستيك عندنا، عشان البلاستيك اللي عندنا يحصل بكتيريا مع المحلول جوه. احنا نجيب ازاز او بخاخه صغنونه كده، نملى على قد اللي هنستعمله على طول، يعني تملي حبه صغننه وترش على فروه الراس. قد ايه محلول الملح ده بيطهر فروه الراس، بيعمل على انبات الفراغات، بيشيل قشره الشعر. لو انت ما عندكيش شامبو ضد القشره او شامبو فيه سلفات، انا طبعا اتكلمت على انواع الشامبوهات ضد القشره، هسيب لكم الفيديو تحت في صندوق الوصف لو انتم مش حابين محلول الملح ده. بس محلول الملح ده قوي للشعر، بيساعد على تطويل الشعر، يقلل التهابات فروه الراس، بيقلل حبوب فروه الراس. كمان في ناس عندهم حكه طول الوقت، او بتهرشي بس انت مش عارفه بتهرشي ليه، وما عندكيش اي مشاكل في فروه الراس، التهاب فروه الراس نفسه، ده بيعالج كل ده. انت بتغذي فروه راسك، وبتنضفي فروه راسك، وبتقللي تساقط شعر، وبتقللي حاجات كتير قوي بتحصل من غير ما تحطي عليها في فتره الشتاء. في اول شهرين قاسيين جدا، زيوت على شعرك، بتحطي ماسكات قويه جدا جدا على فروه الراس، ودي ما ينفعش خالص خالص في فصل الشتاء. فصل الشتاء ما ينفعش الشعر يكون متيبس او متجمد او متصلب. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ شعرك ما ينفعش يكون واقف كده من كتر الحاجات اللي انت بتحطيها فيه. واحنا في الشتاء طول الوقت الدنيا مكتومه، وطول الوقت بنلبس حاجات فوق راسنا، فانت طول الوقت كاتمه شعرك، كتمات الشعر ده، وبنلبس طاقيه وبنلبس حاجات على راسنا. احنا كده طول الشتاء، الجو برد جدا، مفيش حد هيقعد كده. كتمه الشعر دي ما ينفعش بقى نحط في الفتره بتاعت كتمه الشعر دي اي حاجه تقيله في فروه الراس، لازم المسام بتاعت راسنا تتنفس. فعشان كده احنا بنستعمل حاجات خفيفه في اول شهرين في الشتاء، ده مهم قوي، ودي حلوه قوي، دي ما تستغنوش عنها ابدا في الشتاء. اتكلمت عليها بالتفصيل، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر هي بتعمل ايه للشعر. عملت لها فيديو لوحده ازاي تتعاملوا مع البشره والشعر، لانها كمان نظفت الحبوب بتاعت وشي. انا بيكون عندي حبوب قويه بقى وعايزه الحبوب دي تنشف، اغسل وشي بيه، والله بعمله زي التونر، بحطه في ازازه صغيره، ارش على وشي بعد ما بغسل وشي، واسيب وشي يشرب وخلاص. تمام بقى معايا في الحته دي. شعرك ناشف، نستعمل له كريم. شعرك بس الحته الصغننه دي هي اللي مقصفه، نحط سيرم. خلاص كده الحته الاخيره دي نحط لها كريم، بس شعرنا كله جميل وهيلثي وشكله حلو. شعرنا بقى كيرلي جدا جدا، نحط سيرم وكريم مع بعض، يعني بامب سيرم وحته كريم، واعمل كده ونحط على شعرنا، وعايزين لمعه وترطيب قوي جدا، واحنا شعرنا ناشف جدا جدا جدا. انا هقول لكم مجموعه حاجات انا بشتريها وحلوه جدا، زائد انها دلوقتي سعرها رخيص، ممكن تجيبي واحده زائد واحده هديه. اول حاجه الكريم بتاع بليس، انا بلغبط في الاسم شويه. بليس ده
اروع كريم للشعر، ده بزيت الارجان. بس انت بتدي شعرك الغذاء المظبوط والترطيب المظبوط قوي جدا من غير ما تحطي على شعرك زيت. ممكن تستعملي لوحده. حسيتي شعرك ناشف تعمله مرتين في اليوم، يعني الصبح وبالليل. تاني كريم حلو قوي قوي وبيعجبني جدا واتكلمت عنه في ريفيو برده لوحده لما اتكلمت عن كلاري، هو كلاري حلو قوي. الكريم بتاع الشعر بيرطب الشعر كويس جدا، بيديني ترطيب من غير ما بيلزق شعري وما احسش ان شعري زي ما قلت لكم متيبس او متصلب وواقف كده. انا ما بحبش الموضوع ده خالص خالص خالص، فده بحبه جدا فيه. ويا ريت زي ما بنعمل البلسم لشعرنا نعمل الكريم لشعرنا. ما ينفعش ناخد الكريم ونحط كبشه كده، بنحط الكريم الترطيب ناخد حته حته ونعمل كده، ناخد حته حته ونعمل كده، بنغذي شعريه شعريه. ساعات انت بتلاقي شعرك من قدام مترطب بس في النص مش مترطب، وتحسي من النص ناشف، من ورا هنا ناشف، عشان انت بتحطي الليف ان غلط. انت لازم توزعي الليف ان صح. خدي وقتك بالراحه، اتبسطي، اتدلعي بنفسك، افرحي بنفسك قدام المرايه. على السيرم طبعا سيروبايب رهيب، بيرطب الشعر كويس قوي، بيحمي الشعريه. انا شخصيا بستعمله متمسكه بيه، هو ده من الاساسيات كده الشتاء السيروبايب. ودلوقتي كمان عليه خصم، كان سعره 250 ولا 275، وصل سعره دلوقتي في الصفحه بتاعته 179 جنيه. فانت لو ميزانيتك تسمح بكده هاتيه. تاني سيرم معانا وسيرم انفينيتي روعه، واحد وعليه واحد هديه، وسعره دلوقتي 100 جنيه. طبعا ترطيبه لازم، يعني سيروبايب ممكن تحطيه يوم وتقعدي يومين. طبعا انفينيتي هتحطيه طبعا الصبح وبالليل عشان يحافظ على ترطيب شعرك. اروع سيرم وانا اتكلمت عنه. بصوا شايفين الفيديو ده انا قارنت لانهم صغروا العبوه وانا ما بحبش يصغروا العبوه، ان حسيتها كشت. بقى السعر اغلى دلوقتي عليه عرض، فطبعا اشتريه. لان ساعتها لما لقيت العلبه صغرت والسعر غلي وقفته شويه، ولما لقيته رخص انا اشتريته النهارده. وبانا من اعظم الحاجات اللي عملتها السيرم ده. سبت الحب الكبير للاخر. يا تويست اند جو عامله سيرم تحفه، تعمل منتجات مختلفه كل سيزون، لان ممكن تلاقي شعرك انت بيقع في الشتاء اكتر من الصيف، فانت لازم تظبطي الروتين بتاعك وتقللي التساقط، لان كده هيحصل تساقط بس نقلله شويه. انت في الصيف شعرك بيقع اكتر، تغيير الفصول ممكن شعرنا بينشف وبيقع فيه اكتر. لازم نغير المنتجات اللي بنستعملها وبنمشي على روتين. جربي مش هتخسري حاجه. الحاجات دي كلها ميزانيه على قد الايد واقتصاديه، والنتيجه اروع من الغالي بكتير. وبكده ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو انت مش مشتركه في القناه، وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. واي سؤال اكتبيه تحت في الكومنت، انستجرام، فيسبوك، كمان سناب شات. كمان لو عندك اي سؤال في اي حاجه اكتبيه برده تحت في الكومنت. باي باي.